السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نسأل الله يا رب يكون كل الإخوان في نعمة وخير من الله سبحانه وتعالى. أخ كريم، نسأل الله تكون في خير يا رب. تحياتنا ليك والإخوان في سلطنة عمان. أنا شاهدت الصور اللي أنت أرسلتها والفيديو، اسمح لنا بتعليق الله يبارك في عمرك. أول حاجة قلل شوية من السكر المحول اللي أنت بتغذي بيه النحل. تمام. أنت مضيق على الملكة. تمام. سيبك بقى ان ممكن يكون عندك شح في المرعى، حبوب لقاح او درجات حراره، بس البراويز اللي انت بتشيلها من الخليه وبترفعها، النحل كابسها كلها عسل. طبعا هو مش عسل، هو السكر المحول اللي انت طبعا رافع الجيكات بتاعته على المجموعه هنا. تمام. صح ولا انا مخطئ؟ لو انا مخطئ عرفني. طالما هو ده سكر محول او تغذيه عامه، قلل شويه. انت عاوز الملكه تحضن ازاي والنحل كابس في البونه كله تغذيه، او بمعنى اصح كابس مخزون. تمام. شايفك عامل عجينه بروتينيه، ما كنتش انا مخطئ صح؟ اتوقع دي عجينه بروتينيه، السكريه دلوقتي ملهاش لازمه. طيب عجينه بروتينيه ممتازه. تمام. ولو ان انت حاطط كميه كبيره للخليه، ما علينا من النقطه دي. بس اللي انا انصحك بيه عاوز الملكه تحضن معاك، قلل من كميه المخزون اللي انت قاعد تديه. ولا انت ناوي تفرز ان شاء الله مثلا العسل التغذيه ده قريبا؟ انا بنصحك لله صدقا يعني. مشكور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخ يونس، نسأل الله تكون في خير وفي نعمة. تحياتنا ليك وللإخوان في الجزائر. أول شيء الله يبارك في عمرك. بخصوص سؤالك على الصدر، تكلم طبعا على إن في اختلاف في موعد التزهير ما بين الجزائر وما بين الخليج. طيب أولا مشكور الأخ أبو عيسى، أتوقع رد عليك في جزئية بتاع المناخ. تاني حاجة الله يبارك في عمرك، أتوقع الصدر عندكم انتهى، ربما يكون مثلا مع بداية الشهر السابع أو منتصف الشهر السادس انتهى. كذلك الأصدقاء في ليبيا كان موسم الصدر برضه عندهم في التوقيت ده اللي هو نقدر نقول شهر 6 أو انتهى مع بداية الشهر السابع، يعني قعد حوالي شهر وانتهى. تمام. في الفترة ديت أتمنى تركز معايا الله يبارك لك. في الفترة دي برضه بتاعت شهر 6 شهر 7 موجود في بعض الأماكن داخل المملكة العربية السعودية أشجار صدر مزهرة، زي مثلا أماكن في الباحة، وممكن يكون برضه أماكن في اليمن. ولكن نقدر نقول ما بيعتبرش موسم أساسي. أنا أتكلم على الخليج. تمام. مش موسم أساسي. تمام. الموسم الأساسي عندهم إن شاء الرحمن نقدر نقول سبتمبر اللي هو الشهر التاسع، اكتوبر اللي هو الشهر العاشر. تمام. نقدر نقول بيكون موسم اساسي. وربما بتكون في الفتره ديت الزهره بتاعت الصدر زهره احاديه، بمعنى ما فيش مثلا مراعي اخرى معاها، فبالتالي بيجي نقدر نقول صدر خالص. تمام. ربما الزهره اللي هي كانت موجوده مثلا في التوقيت اللي هو مظهر عندكم في الجزائر، بيسموها نقدر نقول بعض الاخوان في الخليج او في اليمن او في المملكه العربيه السعوديه بيسموها الصيفي. الصيفي نقدر نقول ده موجود. لو انا مخطئ طبعا اتمنى الاخوان في البلدان دي يصححوا لي. بيسموها صيفي لان ربما يكون مختلطه باشجار اخرى، ونقدر نقول ما بيكونش صدر صافي. تمام. وربما كمان النحل الله يبارك في عمرك ما بيكونش اقباله على الصدر بالشراهه الكبيره، لان في ازهار اخرى ممكن يكون بيستفيد منها النحل اكتر. تمام. فدي بصوره مختصره. الصوره الاخرى الله يبارك فيك في التوقيت اللي هو بتاع شهر سبتمبر شهر اكتوبر. تمام. بيكون في التوقيت ده عندنا في مصر. تمام. في محافظه نقدر نقول من محافظات الصعيد اللي ربما يكون محافظه المنيا. تمام. فيها بعض الاماكن فيها صدر نقدر نقول في الاماكن الصحراويه بيظهر في نفس التوقيت بتاع المملكه العربيه السعوديه. تمام. بالمناسبه نفس الشيء برضو الصدر مع الاخوان في الاردن، اتوقع بيكون مع الاخوان في الجزائر، مع الاخوان في ليبيا. تمام. اللي هو زي ما انا بقول لك من الشهر السادس لمثلا بدايه الشهر السابع او قبل بدايه الشهر السابع ينتهي. تمام. الفتره الله يبارك في عمرك اللي بيكون فيها الصدر في الخليج في شهر سبتمبر وشهر اكتوبر. تمام. بيكون في الفتره دي نقدر نقول في بلدان اخرى مراعي، زي مثلا ليبيا بيكون موجود نقدر نقول الخروب، موجود بعض الاشجار الاخرى. كذلك اتوقع بيكون في المغرب برضو وفي الجزائر بعض اشجار الخروب. بيكون بعض الاشجار الاخرى بيسموها الحنون. تمام. بيسموه الحنون المر. ان كنت انا مخطئ برضو اتمنى التصحيح ليا، بس انا بقول على قد المعلومات اللي انا اعرفها. تمام. فاللي انا اقصده الله يبارك في عمرك سبحان الله يعني هي نقدر نقول الشجره نفسها الواحده ربما خلي بالك في اشجار ليها نقدر نقول كذا تزهير على مدار السنه. تمام. يعني عندك الكينه ربما يكون بتزهر في شهر 12 واحد، وساعات بتزهر نفس الشجره.
اخ يونس الله يبارك لك، اعتذر لانقطاع الاتصال الله يبارك في عمرك. بقول لك بالنسبه للتين الله يبارك فيك، انت عندك بتزهر الله يبارك في عمرك في شهر 12 او شهر واحد، تيجي تبص بتلاقي بتزهر نفس الشجره تمام في شهر مثلا نقدر نقول الخامس او السادس تمام، وتيجي مرضى ممكن تظهر برضه في الشهر التاسع. مقصود كلامي بتظهر نقدر نقول على مدار السنه ثلاث اربع مرات، لان نقدر نقول خلي بالك ما برضه الكينه عندك في منها الكينه نقدر نقول فصيله نقدر نقول الزهره بتاعتها بتكون بيضه، فصيله اخرى الزهره بتاعتها حمراء. الصدر خلي بالك في نقدر نقول انا شفت اشجار صدر، انا هكلمك على شيء انا شاهدته بنفسي تمام، اتمنى طبعا لو حد من الخليج بيتابعنا او من اليمن يوضح لي الامر ده. شفت اشجار صدر نقدر نقول اشجار صغيره طولها مثلا حوالي يمكن تقريبا 2 متر 2 متر تمام، ونقدر نقول يعني ما فيهاش شوك نهائي، الشوك مش موجود فيها. شفت اشجار صدر في مناطق اخرى او في اماكن جنوبيه على حدود اليمن، الشجره ربما تمتد ما شاء الله تبارك الله بالخمسه والسبعه والعشره متر، اشجار كبيره جدا، ممكن يكون اشجار معمره ما شابه ذلك، ولكن ما فيهاش شوك تمام. فشفت اشجار زي ما انا بقول لك اشجار صغيره فيها شوك، لو دخلت مثلا جنب الشجره كده القناع بتاع النحل بتاعك يتدمر من الشوك اللي في الشجره، وشجر صغير جدا تمام، والنحل بيجيب منه صدر، ممكن يكون ده نوع من انواع الصدر، معرفش بقى، مش عاوز اقول مثلا صدر بري صدر نوع معين جبلي، مش عاوز اقول اسماء انا ما عنديش علم بيها عشان ما افتيش فاهمني، بس انا اتكلم ان ممكن يكون الصدر فيه منه فصائل تمام. الله ييسر الحال، مشكور يا اخونا يونس. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اخويا الله يبارك في عمرك، اولا بعتذر منك لان ما ردتش عليك امس، صدق انا ما كنتش متصل خالص امس تمام. اولا مشكور الاخ عمر، انا ما اعرفش هو رد قال لك ايه، ولكن مشكور على كل يعني. الله يبارك في عمرك، طالما انت لقيت نقدر نقول بعض حبات من الفروه في بعض الخلايا تمام، فالله يبارك فيك نقدر نقول تعمل مكافحه للخلايا حتى عندك، لو حتى الخلايا نظيفه فانت بتعمل مكافحه نقدر نقول وقائيه تمام. لان انا عايز اقول لك على شيء، لو عندك نقدر نقول 10 خلايا منهم نقدر نقول 7 أو 8 لا يوجد فيهم فروه، وخليتين 3 فيهم فروه، الخليتين 3 دول عندهم القدره ان الفروه بتاعتهم تنتقل او تتحرك لباقي الخلايا تمام. لان ما تنساش ان معظم النحل بيسرح مع بعضه صح ولا لا، بيلتقي كله مع بعض مع الازهار. تاني حاجه الخلايا اللي هيكون فيها حضنه والحضنه ديت مصابه بعد خروج النحل ده تمام، هيسبب لك مشاكل. اولا النحل بيلتقي عند مشرب الميه، بيلتقي على الازهار، فانت تقدر تقول خليه 2 فيها فروه انت ما عملتش حاجه. كذلك لو نحلك نظيف ومناحل اخرى جنبك فيها فروه نفس الشيء ما عملتش حاجه. فعليك باستمرار نقدر نقول كافح، انت زعلان ليه؟ لو انت بتكافح مثلا بالفورميك اسيد، لتر فورميك اسيد موجود عندك، كل ما يكون الاجواء مناسبه روح اضرب مره مكافحه، كل ما يكون الاجواء مناسبه ادي مره مكافحه، طالما انت خارج الموسم كافح يا اخي تمام. والله على ما يقول شهيد يا اخي، انت لو متابعنا على اليوتيوب وهتشوف الكوارث دي تمام. انا في واحد مره بدون ما اذكر البلد بتاعته، ربما يكون نشر الفيديو بتاعه لسه قريبا من 10 ايام تمام، دايما في تواصل معايا على الواتس على الخاص، ونيجي نكلمه على الفرو يقول لي انا نحل نضيف، اكلمه على الفرو يقول لي نحل نضيف. جيت في مره عاوز اقول لك تحديته، قلت له يا اخي روح هات شرائح تمام، وحط شريحه في الخليه واحده بس شوف عندك الدنيا في ايه. والله العظيم يا اخي حط شريحه عنده في خليه من الخلايا مجزره من الفروه. انا اتمنى تكون انت شفت الفيديو اللي انا نشرته على اليوتيوب، الفروه اكتر من النحل تمام. صدقني لما جه يكلمنا على الواتس بعد كده بصم بلغه المصريين عندنا، بصم بالعشره، قال لي ده الفروه مدمره الدنيا بس انا ما كنتش شايفها. ما هو انت ما انتش شرط تشوفها تمام، انت اعمل اختبار، عندك فروه كافح، ما عندكش اهو انت اطمئن قلبك يا اخي. انما للاسف في بعض الناس نقدر نقول ماشي بمبدا انا نحل نضيف، انا السلاله بتاعتي مقاومه للفروه، انا السلاله بتاعتي سلاله جايه من كوكب المريخ تمام. هو بيضحك على نفسه اولا، ما بيضحكش علينا تمام. انا اولا يعني صراحه لما هشوف نقدر نقول عنده موت في النحل او زحف في النحل او عنده مشاكل في النحل مش هكون فرحان، بل بالعكس هكون زعلان عليه. بس للاسف ربما يكون التعنت بيبقى امر صعب. عامة الله ييسر لك الحال يا رب، والله يوفق لك الحال. فيما يخص موضوع جرعة المكافحة أو مقادير المكافحة، أنا مش هقدر أقول لك على جرعة نقدر نقول في المكافحة بالتحديد، ولكن اللي أقدر أنصحك بيه جرب على خلية واحدة وشوف الأمور عندك عاملة إيه وبعد كده كافح. طيب ممكن تكافح مثلا زي ما أنت قلت 5-6 المغرب ممتاز تمام، أما حاجة كافح بتركيز من الفورميك ما بين 60 لل 65% تمام. الله ييسر لك الحال.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخويا مصطفى، الله يبارك في عمرك، نسأل الله تكون في خير وفي نعمة. الله يبارك في عمرك. بخصوص سؤالك على العسل الطبيعي أثر على مريض السكر ولا لا؟ طبعا هقول لك على شيء حدث ربما يكون تقريبا من شهر. تمام. جانا بعض الأصدقاء من المملكة العربية السعودية زيارة في مصر. تمام. وأعطيناهم بعض نقدر نقول الأعسال المصرية، خدوها معاهم، وتطرق الحديث ربما نقدر نقول مريض السكر وتناول العسل. من ضمن الأصدقاء دولت نقدر نقول بعض الشيبة، أو ربما يكون يقارب سنهم مثلا من 60 أو ما يزيد عن 60 سنة، وعندهم مرض السكر، نسأل الله يا رب الشفاء للجميع. ولما اتطرقنا للحديث تمام، كان نص الراجل او الشخص اللي هو مريض بالسكر قال لك ان هو لما بيتناول عسل طبيعي، اهم شيء عسل طبيعي، السكر صحيح بيرتفع، تمام، ولكن قال لك سرعان السكر ما بينزل مره اخرى. تمام. ده الكلام ده نقدر نقول بالنص بتاع الاخ اللي هو كان مصاب بالسكر، او اللي نقدر نقول بيتناول عسل طبيعي وهو عنده سكر. تمام. انا بقول لك على شيء حدث بالفعل ربما يكون من شهر. هل الكلام ده صح؟ هل الكلام ده خطأ؟ انا بقول لك على شيء انا شاهدته بالفعل. تمام. قال لي ان هو لما بيتناول العسل الطبيعي بالخصوص، تمام، ان الله يبارك في عمرك السكر صحيح بيرتفع، ولكن سرعان السكر ما بينزل مره اخرى. قال لك ولكن لو السكر عند الشخص نفسه المصاب ارتفع بطريقه كبيره، تمام، ونقدر نقول احتاج الامر ربما يكون لزياره بقى الطبيب او التدخل ببعض نقدر نقول العقاقير والمواد الطبيه، بيكون هنا العسل نقدر نقول داخل فيه شوائب، او نقدر نقول ان العسل كده ربما يكون مغشوش وفي نسبه سكريات عاليه جدا. تمام. بقول لك على شيء حدث بالفعل، لان ربما يكون كنا اعطينا يعني تقدر تقول بعض الاعسال المصريه زي الحمضيات، او اللي انتم بتسموه مثلا عندكم في سوريا اللي هو البرسي، اللي هو الليمون والبرتقال واليوسفندي والاعسال اللي هي الحمضيات دي. تمام. واعطيناه كذلك عسل البرسيم، حتى انا نصحته عن نفسي، نصحته بتناول عسل البرسيم بصوره اكتر، لان البرسيم معروف عنه اللي هو لكبار السن والمرضى السكر ممتاز جدا. تمام. مشكور اخونا مصطفى. لو في اي معلومات اخرى نتمنى الاستفاده منها. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اخويا مصطفى، الله يبارك في عمرك. والله انا بقول لك على حدث بالظبط معايا، ما كنا جالسين مع بعض الاخوه وتطرقنا الحديث ده. تمام. انما انا مش دكتور نقدر نقول. تاني شيء، اللهم لك الحمد، نقدر نقول انا مش مريض سكري. بقول لك على شيء حدث بالفعل. الاخ عايش هنا الله يجزيه الخير، مشكور طبعا على المشاركه، بيقول ان هو المفروض يتناول معلقه الصباح ومعلقه المساء، وطبعا لو في اي امر يقوم بفحص واستشاره الطبيب. نعم، مفيش مشكله برضه، لان خلي بالك انا عايز بس اقول لك على امر بسيط بخصوص السكر. تمام. السكر الله يبارك في عمرك نقدر نقول فيه بعض الاشخاص ما بيعانوش منه، ملتزم نقدر نقول بالاكل اللي بياكله، ماشي على نظام صحي معين، ممكن ما شاء الله يكون السكر ملازم الشخص بال40 وال50 سنه ولا يوجد اي مشكله. تمام. في اشخاص اخرى نقدر نسميها مثلا عدم اهتمام. تمام. تلاقيه سرعان يعني للاسف الشديد يعني السكر مبهدله بجد. يعني عاوز اقول لك ربما يجي له امور كتير سيئه لا قدر الله، بالخصوص لو عنده ضغط مع السكر. انا بقول لك يعني ربما يكون كان عندنا بعض الاقارب رحمهم الله، تمام، كان عنده ربما يكون ضغط مع السكر، وللاسف ما كانش بيلتزم نقدر نقول في تناول الاكل بصوره كويسه، او بياكل نقدر نقول اكل عشوائي. تمام. ادى لتدهور صحته وكان على طول باستمرار عند الطبيب. تمام. فالله يبارك في عمرك نقدر نقول الالتزام، او نقدر نقول زي ما الاخ عايش تفضل، اتباع ارشادات الدكتور او الطبيب، ده شيء اساسي. تمام. لان لو قدر الله نقدر نقول في امراض نقدر نقول ممكن الانسان يعيش معاها بدون مشاكل، وممكن لو للاسف اهمل يتضرر. تمام. والله يستر يا اخونا مصطفى، والاخ عايش مشكور، والله ييسر الحل للجميع. احنا بنقول على الشيء اللي نعرفه، احنا ما نقدرش نفتي لان احنا مش دكاتره. تمام. انا بقول لك على واقعه حدثت امامي. الواقع كان نصها كالتالي: ان الاخ دوت مصاب بالسكر وبياكل معلقه نقدر نقول عسل، او بياكل جزء من العسل. تمام. يعني السكر عنده صحيح كان بيرتفع، ولكن سرعان ما كان بينزل او بيهبط مره اخرى، وما بيحدث مشاكل او اضرار. تمام. وده كان طبعا انا اتكلم هنا بالخصوص برضو على عسل السدر، على عسل نقدر نقول السمر، على عسل نقدر نقول الطلح، الاعسال اللي موجوده في المملكه، لان الحديث كان مع واحد من المملكه. تمام. انما ممكن يكون برضو الامر متطرق لعسل اخرى اكيد، بس انا بتكلم على واقع حدثت بالفعل. تمام.
الله يجزيك الخير ومشكور اخوي. اخ مصطفى الله يبارك في عمرك، عاوز اقول لك على شيء اخر بعيدا بقى عن مرضى السكر، الله يشفي الجميع. تمام. احنا كان نقدر نقول كانسان عادي طبيعي ما شاء الله، نقدر نقول صحتنا موجوده، امورنا ممتازه، احنا بنتناول العسل بطريقه خطأ. انا بكلمك بصدق، احنا بناكل العسل بطريقه خطأ. نقدر نقول طبعا مش الكل بس الاغلبيه، تمام، ما عندهاش نقدر نقول الثقافه بتاعه تناول العسل. بمعنى ممكن واحد الله يبارك في عمرك اشترى كيلو عسل، 2 كيلو عسل، عاوز اقول لك ممكن في خلال 4 5 ساعات هو والاولاد في المنزل خلصوا الكيلو. تمام. اولا يعني الله يبارك لهم في الشيء اللي اكلوه، بس كده الجسم ما استفادش. تمام. هو الله يبارك في عمرك عملوا ايه؟ جابوا نقدر نقول عبوه الكيلو او ال2 كيلو من العسل، نقدر نقول فضوه مثلا في طبق، تمام، ابتدوا ياكلوا، سواء مثلا ياكلوا بخبز، ياكلوا مثلا ببعض الامور الاخرى، خلصوا الكيلو عسل، خلصوا ال2 كيلو عسل. تمام. الجسم بتاعك هنا استفاد ايه؟ الجسم بتاعك استفاد الله يبارك في عمرك بجزء بسيط. في بقى نقدر نقول فئة أخرى عندهم نقدر نقول ثقافة تناول العسل. بمعنى إن هو الله يبارك في عمرك نقدر نقول يصحى الصباح مثلا يأكل معلقة من العسل، يأكل معلقتين، ممكن قبل النوم يأكل معلقة معلقتين، ممكن برضو يخفوا مع مية برضو، ده أمر ممتاز جدا، لأن نقدر نقول إنك أنت تاكل العسل برضو ربما يشح في زورك. في بعض أنواع العسل شديدة. تمام. طبعا مش كل انواع العسل، بس في انواع شديده بجد، انت كرجل نحال حتى لو اكلت نقدر نقول معلقه من العسل تلاقي العسل نقدر نقول شح في زورك. تمام. فبيبقى في انواع شديده، فتلاقي مثلا خفه نقدر نقول بكوبايه من الميه كده، خفها على معلقتين من عسل وشربها. طب هنا بقى الجسم استفاد، نعم الجسم استفاد، وممكن الكيلو ده يكفي مثلا الراجل اللي بيتناوله او الاخت اللي بتتناوله، ممكن يكفيه مثلا الله يبارك في عمرك 15 يوم، 20 يوم، ممكن يكفيه الكيلو ده شهر. لو جيت تدور بقى مقارنة ما بين الأخ اللي خلص الكيلو العسل في قرابة يوم واحد والأخ اللي قاعد جلس عنده كيلو العسل لمدة شهر، هتلاقي إن الأخ اللي جلس عنده الكيلو لمدة شهر جسمه استفاد أكتر. تمام. وتناول العسل بصورة صحيحة، لأن الجسم بياخد قدر معقول، تمام، من نقدر نقول من العسل، أو حتى خلي بالك أي مادة أخرى بناكلها. تمام. تعالى اعمل مقارنه كده الله يبارك في عمرك، اذبح مثلا اضحيه، او اذبح مثلا خلينا نقول غنمه او شاة او كلام من ده. تمام. وخلي واحد نقدر نقول اكلها كلها، وانت اكلت نقدر نقول قطعه في معدل 150 جرام بس، صدقني جسمك هيستفيد من القطعه ال 150 جرام افضل من انك انت تاكل مع الاحترام يعني خروف كامل او معزه كامله او شاه كامله. تمام. انا بقول لك على شيء يعني ربما يكون مش كلامي انا وبتفلسف بيه، لا، ده ربما يكون يعني دراسات استمعنا ليها وقرأناها من قبل يعني. تمام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اخويا الله يبارك في عمرك، زي ما الاخ العمري شارك الله يجزيه الخير، قال لك طبعا دوت نوع من الذباب موجود في سلطنة عمان، واتوقع والله الاعلم دوت ذبابة الزومبي، ما كنتش انا مخطئ يعني. تمام. ودي مشكلة، لان نقدر نقول بجد مشكلة في أمور كتير جدا. حتى من ضمن المشاكل بتاعتها إن النحل بيخرج في الليل، زي ما عندكم بيسموه عندكم في اليمن صيران في النحل، أو بيسموه إن النحل بيسر في الليل. تمام. ومشاكل كتير بقى طبعا كزحف وما شابه ذلك. فالله يبارك في عمرك، نعمل زي ما الأخ العمري تفضل. تمام. حاول تمسك بعض من النحل زي ما بيقولوا وتضغط عليه وتشوف هل الإصابة ديت نقدر نقول منتشرة بكمية كبيرة عندك ولا إيه. طبعا لو موجود عندك كعلاج ملهاش حلها الوحيد انك انت تنقل من المنطقه نقدر نقول الموبوءه، او المنطقه عندك اللي نقدر نقول فيها اصابه كبيره في منطقه اخرى. انما لو واحد مثلا قال لك ليها علاج ولا ليها دواء ولا كلام من ده، لا ملهاش، عشان يكون الكلام واضح. تمام. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اخونا حمد الله يبارك في عمرك، نسال الله تكون في خير وفي نعمه. والله انا قلت لك امس اتوقع او اول امس، قلت لك ان الملكه ديت مصيرها ان النحل هيقتلها. تمام. لان دي مش اول مره تحدث، انا ربما يكون الوضع يختلف عندك بقى، ربما النحل عندك البلدي نقدر نقول اللي في سلطنه عمان الوضع يختلف عندك، بس معروف ان النحل طالما تكور على الملكه، تمام، لاي سبب من الاسباب، بيكون على الاغلب سواء الملكه دي النحال مدخلها جديده او ملكه داخل الخليه، على الاغلب الملكه بتتقتل. انت طبعا دلوقتي قلت للاخ نقدر نقول ادهن الملكه بالعسل ونزلها، انا بقول لك الملكه هتتقتل. انت مش مصدقين برضه، خلي بالك. اخ من العراق اتذكر برضه يمكن من تقريبا من سنه ولا حاجه كان الدكتور خالد الاشهب موجود،
وقعد برضه يسال ونقول له الملكه هتموت، والدكتور خالد يقول له اعمل محاوله، صدقني في الاخر ماتت. تمام. طالما النحل ما عندوش قابليه ان هو يتقبل الملكه ويتكور عليها، كون على ثقه ان هيقتلها. تمام. في الاغلب بنسبه 99%. انا مش بقول لك كلام فلسفه، انا بقول لك كلام واقعي. تمام. طيب ايه السبب اللي خلى النحل يتكور على الملكه؟ اسباب كتير. ممكن يكون الله يبارك في عمرك، نقدر نقول الاخ مثلا دخن تدخين زياده عن اللازم. تمام. خلى نقدر نقول حدث تشتت ما بين النحل والملكه، فالنحل هجم على الملكه. امور كتير جدا، الاسباب كتير. تمام. ونتمنى، انا بقول لك اتمنى اكون كلامي خطأ، والملكه ان شاء الله تكون كويسه. خلي الاخ يتوقع صلاح، زي ما حضرتك تفضلت يدهنها بالعسل ويمكن تنجى. تمام. بس صدقني في نقطه اضافيه، حتى لو الاخ صلاح شال الملكه من الخليه دي وحطها في خليه اخرى يتيمه محتاجه ملكه، كون على ثقه ان النحل برضه هيتكور عليها وهيقتلها. تمام. مشكور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخ عادل، نسأل الله يا رب تكون في خير وفي نعمة، والأصدقاء في سوريا الله يجزيك الخير. بخصوص الفورميك أسيد، عاوز تنزل التركيز من 85 إلى ما بين 60 وال65. خلي بالك، ركز معايا. الواحد لتر من الفورميك بتضيف عليه حدود 450 ملي من المية. 450 ملي. تمام. طيب عندك نص لتر، اقسم كمية المية دي. تمام. عندك ربع لتر، يعني مقصود كلامي، شوف انت عندك كمية قد ايه من الفورميك وضيف عليها مقدار المية. تمام. انا اديتك طبعا مقدار المية من الواحد لتر، يعني لو عندك واحد لتر زي ما انا قلت لك تضيف 450 ملي. طيب عندك النص لتر، تقوم ضايف الله يبارك في عمرك 225. تمام. طيب عندك ربع لتر، تضيف 115 ملي من الميه. تمام. شوف الكميه عندك قد ايه وضيف ميه عليها. تمام. اهم شيء ان شاء الرحمن لما تيجي تقوم بالمكافحه بعد ما تجني العسل باذن الله، جرب على خليه واحده وشوف النتائج قد ايه عامله ازاي بعد ساعتين ثلاثه، ومن ثم تقدر تقرر تكافح المنهل كله او تعمل ايه. تمام. الله ييسر لك الحال اخونا عادل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اخويا نسال الله يا رب تكون في خير وفي نعمه، اللهم امين. الله يبارك في عمرك. بالنسبه للصورتين اللي انت ارسلتهم، طبعا انا شاهدت الصور. الامر بسيط جدا. اول حاجه الله يبارك في عمرك، الخلايا عندك يكون متظلل عليها بالصوره الكامله او بالصوره الكافيه. احنا شايفين درجات الحراره عامله ازاي، يعني صعبه صعبه بجد يعني. تمام. الامر الاخر الله يبارك في عمرك، يكون الخلايا عندك مضغوطه، ما انتش موسع للخلايا. تمام. توسع للخلايا في التوقيت الحالي، او نقدر نقول مع درجات الحراره الزياده دي، مش في صالح الخليه بل بيضر الخليه. تمام. الخطوتين دول اهم شيء. طب اللي موجود دوت، يعني هل ده مرض؟ يعني السؤال اللي بيطرح نفسه بقى، هل الحضن اللي احنا شفناه عندك في الصورة دي ده مرض؟ لا، ما هوش مرض. ده زي ما انا قلت لك بسبب نقدر نقول عوامل درجات الحرارة المرتفعة، وربما يكون مثلا جودة الخشب عندك او سماكة الخشب او في مشاكل ادى للشيء ده. تمام. في خوف او في لا قدر الله اي قلق من الموضوع ده؟ لا، ما فيش اي حاجة. انت فقط بس كون ضاغط الخلية بتاعتك، لو فيها برواز زيادة ولا حاجة ارفعه. سرعان النحل ما هيتكيف داخل الخلية والأمور هتكون ممتازة. تمام. مع الاحترام، في رأي هنا من الإخوان أو في أخ تكلم بيقول دي يعني بيتكلم إن هي دودة الشمع، وبيقول إن هو بيأتي منها النحل الأصلع. لا لا، ما لهاش علاقة الأخ صاحب الكلام دوت، ولا عسة شمع ولا دودة شمع. تمام. البرواز ما شاء الله تبارك الله، برواز نقدر نقول حضنة ممتاز جدا، فقط محتاج بس الخلية تكون مضغوطة. تمام. اخ السيد الله يبارك في عمرك، اولا مشكور انك انت قلت للاخ ما يتدخلش بالمضادات الحيوية. تمام. ولكن انت دخلته في امر اخر، تعفنات وحضن اوروبي وحضن امريكي. ما تدخلوش في امور زي كده. الله يبارك لك. حضنة ما شاء الله تبارك الله، حضنة 10/10. هي الامر كله بس ان الاخ يضغط الخلية، نقدر نقول بصورة كاملة، بصورة كويسة. تمام. نتمنى الله يبارك في الجميع، يعني أنا أتمنى الجميع كله يشارك وكله يستفيد. تمام. بس إحنا ساعات بنشوف أمور كارثية، حاجة زي كده للأسف ممكن يكون في ناس تواصلت. أنا واثق من الشيء ده، احتمال يكون في ناس تواصلت مع الراجل ده على الخاص. تمام. وادته وصفات ربما بجد تكون وصفات كارثية. تمام. فنتمنى، لان بجد الوصفات الكارثيه دي بتضر ناس والله.
والله بتضر ناس. تمام، بدون ما نذكر. وبالخصوص للأسف الشديد أكتر وصفات كارثية بتكون نقدر نقول بتدمر الدنيا داخل مصر. داخل مصر، مش هقول دولة عربية أخرى. عندنا للأسف في ناس كتير بتحب تعمل فلاسفة وبتضر، لا مؤاخذة ممكن يكون المبتدئ بالخصوص. وسيحاسب أي واحد يقول معلومة نقدر نقول خطأ أو ما عندوش علم على الشيء ده. مشكور أخويا، الله يبارك في عمرك.